السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن أسباب الدردرة وأنت طالع بالعربية، وأنت طالع في أول الطلعة. لو بتحس بدردرة ورعشة جامدة في العربية يبقى الفيديو ده ليك. لو حسيت فعلا الفيديو فادك اعمل لنا لايك واشتراك في القناة لو حسيت فعلا الفيديو فادك. زي ما قلت لكم في اول الفيديو هنتكلم عن مشكله الدردره او الرعشه. لما بتيجي تطلع بالعربيه مثلا تدي الدقيقه او تدي الاولاني وتيجي تدوس بنزين شويه او تقرص، تحس برجه في العربيه ورعشه جامده جدا. دي طبعا هقول لكم مشكلتها ايه النهارده. طبعا العربيه دي كان معانا عربيه لانسر كان فيها نفس المشكله، وكانت العربيه دي كان زي ما انتم شايفين كده. تعالى قرب هنا كده. زي ما انتم شايفين القواعد، القعده الجمل، القعده الخلفيه عامله ازاي والقعده الاماميه عامله ازاي. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديوهات بتاعت الرزعه، ودي تعمل معاك رزعه بردك في كل غيار. يعني لما بتيجي مثلا تدي مثلا الاولاني او تدي الدي، القعده دي بتتحرك كده بالشكل ده، فالمكنه بتتحرك تقلب لقدام ولورا تسمع صوت رزعه. ودي طبعا المشكله دي زي ما قلت لكم ممكن تحصل من قواعد وممكن تحصل من كوبلين داخلي. بردك كان عندنا النهارده عربيه فيها مشكله بردك نفس المشكله دي الصبح، كان بسبب الكوبلين الداخلي. كان الظرف الثالث ده زي ما انتم عارفين ان الظرف بيبقى ما بين الظرف وما بين الصليبه نفسها في بيلي. لا، الظرف كان ما فيهوش بيلي. فايه اللي بيحصل؟ الصليبه طبعا مع الحركه، مع حركه الكوبلين زي ما انتم شايفين الكوبلين بيتحرك كده. تعالى انزل صور تحت. انتم شايفين كده دي القعده الخلفيه وهي القعده الجمل. وطبعا انتوا عارفين القعده الجمل هي اكتر قعده عليها حمل. القعده الجمل هي اللي شايله الجزء الاكبر من حمل الموتور. ليه بقى؟ لان طبعا زي ما انتوا شايفين حركه الكوبلين كده، حركه الكوبلين الفتيس نفسه بيتحرك. لما بتيجي تدي الدي الفتيس بالموتور بيقلب لورا وبيقلب لقدام، بيقلب لورا وبيقلب لقدام. فلو في اي مشكله في خلل القعده او الكوبلين فيعمل معاك رزعه ويعمل معاك دردره جامده جدا في طلعه. طبعا لو انت عندك المشكله دي اول حاجه بتبص عليها بتبص على القواعد، والقواعد دي بتبان بالعين، مش محتاجه ان انت تفكها. طبعا لو في قاعده بايظه بالشكل ده بتبان معاك وهي راكبه اهي. طبعا زي ما انتم شايفين القاعده دي طبيعتها طبعا وهي كانت راكبه، طبعا زي ما انتم شايفين متفرتكه عامله ازاي. ودي القاعده بردك الاماميه بردك باينه، مش محتاجه بردك تتحل علشان تبان. يبقى القواعد بتبان وهم راكبين في العربيه. اما لو الكوبلين الداخلي ممكن تقدر تشوفه وهو راكب بس مش هيبان معاك قوي. هتعمل ايه؟ هتبقى رافع عجله واحده بس اللي انت شاكك فيها، وهتفضل تحرك الجنب ده كده، وهتبص على الكوبلين الداخلي ذات نفسه. هل الاكس حركته عقبال ما بيحرك الكوبايه بياخد وقت ولا حركته سريعه؟ لو حركته سريعه يبقى انا ما عنديش مشكله في الكوبلين الداخلي. لو حركته حسيت ان الاكس بياخد مسافه عقبال ما بيلقط الكوبلين الخارجي الداخلي يلف الفتيس، يبقى انا كده عندي مشكله في ظرف من اي ظرف من الثلاثه دول. ممكن تفك صليبه تلاقي ظرفين مفكوكين، وممكن تلاقي ظرف واحد، وممكن يبقى ما عندكش اي مشكله من الثلاثه دول، ما فيهمش اي ظرف بايظ، ويبقى عندك مشكله ريجه او اكلام في الكوبلين، فالصليبه بتتحرك مكانها تعمل معاك صوت الرزعه او الدردره مع الطلعه. وده فيديو جديد عن اسباب الرزعه والطلعه والرعشه، لان الحاجتين دول اللي انا قلت لكم عليها تعمل معاك دردره جامده جدا في الطلعه، وتعمل رعشه في العربيه، وتعمل رزعه مع الغيارات او مع كل فصل غيار. لو حسيت فعلا الفيديو فادك اعمل